مفيش تليفونات، مفيش انا سبتك، مفيش انت سبتني، مش هتعبريه اساسا. برود كده، ها، زي ما بيقولوا بالانجليزي بوكر فيس. انا فجأة لقيت اسلوبه اتغير معايا وما بقاش يهتم بيا ويقفل السكة في وشي. بيغلط فيا كتير وبيشتمني. انا بحبه جدا، بس هو اما بيتعصب بيعمل كده. بس اعتذر لي وهو ان هو اللي سابني. يا سلام، متفاجئة، انت متفاجئة. وقال لي انا مش عايز اكمل معاكي. تعملي ايه؟ تشتريه الكرامة. اقعد الوك واتكلم معاه ده ولا يستاهل حتى مكالمة التليفون اللي هسيبه فيها. يعني معلش، يعني انا ممكن اقعد على الارض. من انتم وما هذا؟ دي قلة ادب، دي قلة ادب. ده لا، ده انت لا فارقه معاه، ولا شكلك فارق معاه، ولا مشاعرك، ولا شعورك، ده معاكي في الشغل، ولا زمايلكوا، ولا حاجه، ولا حد. مفيش تليفونات، مفيش انا سبتك، مفيش انت سبتني، مش هتعبريه اساسا لانه ما يستاهلش ان انت تعبريه. ولا طبعا لو ما سلمتيش لازم تسلمي عشان ما يتقالش بس ايه ان انت محروقه او متضايقه. الابتسامه السعيده، صباح الخير. لو انت معديه وتقعدي تشتغلي وتروحي في كامل اناقتك وتروحي لكوافيرك وتصرفي على نفسك فلوس قد كده في اللبس وبرود رهيب رهيب، بعد شويه وقت هو هيجي يكلمك لانه هيبقى مستغرب. انت لا سبتيه ولا قلتي له مع السلامه ولا لومتي عليه ولا اي حاجه. ها، لما يجي يكلمك انت بتتكلم فيه، انا ما اعرفكش اصلا، انت مين؟ انا كنت مجنونه وعقلت، انا كنت مجنونه وعقلت. ديوك، خلاص، جمال، فيلة، باب، كل ده خلاص وراهم ومع ألف سلامة والباب يفوت جمل. الرجالة يعني أعدادهم في العالم مش عادية. اللي بيغلط وبيشتم يعني شخص مش محترم، سواء راجل أو ست. انت هتقبلي على نفسك ان انت تتجوزي راجل مش محترم وتجيبي ابو اولاد او بنات انت ممكن تجيبيهم في المستقبل من راجل او شخص مش محترم؟ او لو هو بيحبني انا هصعب عليه، ولو بيحبني هيحبني ان انا ابقى عندي كرامه. فانا ما اعتقدش ان اللي بيحب حقيقي وبيحب بجد يقدر يعمل ده.